المنصور الدوانيقي جمع آل الحسن في ميدان أمام الملأ، جمعهم فجلدهم، أخذ أن يجلدهم. واحد من عندهم هذا حسن الديباج. هذا حسن الديباج كان جميل الصورة، المنظر جميل الوجه، لذلك كان يدعى حسن الديباج. هذا المسكين خلى ايده على وجهه، قال له للجلاد اللي يضرب، قال له عليك بوجه رسول الله، اتق وجهي بوجه رسول الله. المنصور قال لا اضربه، ضربه على رأسه فسال عينه، فسال عينه. هذا سال عينه. بعد بعضهم ملبسهم ملابس صوف، جلدوا حتى التصق ثوبهم بجلودهم. قال اسلخوها، انزعوها. فلما نزعوها سلخت جلودهم سلخت جلودهم، الأبدان تسيل دما. هذول ربطهم وجابهم ويا إلى العراق من المدينة. عبد الله بن الحسن عندما واكب القافلة، يعني المحمل ماله صار مع محمل الدوانيقي، يعني صار مترادفين. قال له يا أبا جعفر، كنيته هذا، يا أبا جعفر لي سؤال، أنا أريد أسألك فسؤال. عبد الله بن الحسن قال له للمنصور، قال له وما تريد؟ قال أهكذا صنع جدي بجدك العباس؟ العباس أسر في معركة البدر، أسر، صار أسير. النبي قام من نومه قال أطلقوا عمي فإن أنينه سلب نومي، أنا ما أتحمل أسمع ونينة وأنينة. فأطلقه وأطلق من معه إكراما له. ليلة واحدة النبي ما تحمل. قال هذا جزاء إحسان النبي إلى جدك أن تصنع هكذا بذريته، هذا جزاء. وليس يقول القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. شاوانا شوف، أتى بني أمية. بني أمية ما عندنا إمام وقع في سجن بني أمية، ولكن بنو العباس. يعني هذا المنصور بدأ بالسجن والتعذيب وورثه نسله بتعذيب أهل البيت. النبي يطلق العباس عمهم، ولكن هذول بني العباس والله ما فعلت أمية معشار ما فعلت بنو العباس. هذا جزاء، هذا جزاء النبي، أن يسجن الإمام الكاظم 14 سنة. هذا جزاء النبي. هل هذا جزاء رسول الله أن يبقى موسى بن جعفر معذبا في السجون، ظلم المطامير، بالساق المرضوب، بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف؟ إن شاء الله باكر نشيع هذه الجنازة، وإن شاء الله مقابل ما صنعوه في بغداد عندما حملت جنازة الإمام كانوا يشتمون جنازة الإمام ويسيئون الأدب ويتجاسرون على الإمام. هذه جنازة فلان ابن فلان. أرباب العزاء أبو العتاهية عندما جاء إلى هارون أنشأ له أبيات، قال له أنا أريد أن أصلك، أريد أعطيك صلة، جائزة، هدية.
قال له لا أنا ما أحتاج، لأن أبو العتاهية كان رجلا زاهدا شاعرا زاهدا ما يحب الأموال. قال له كل شيء ما تريد؟ قال لا عندي حاجة. قال وما حاجتك؟ قال سمعت سجينا مسجونا يدعى موسى بن جعفر، أنا أحببت أن تطلقه وتفكه وتفكه عن السجن. قال لك ذلك؟ قال متى؟ قال في الغد، يعني باكر تروح إلى سجن بغداد وترى الإمام موسى بن جعفر قد أطلق عن سجنه. يقول هذا أبو العتاهية جاء إلى سجن بغداد، رأى جنازة محمولة بيد 4 حماميل، حمالين، غلمان سود ينادون عليها. قال من هذه؟ لمن الجنازة؟ قالوا هذه جنازة موسى بن جعفر. قضى حياته مدى الزمان، وهي حياة عالم الإمكان، في السجن والحديد والعذاب، يا لعظيم الرزء والمصاب، فلم يزل مقيدا مكبلا حتى قضى بالسم موسى الأجل. يا نور الهدى خبا فأظلم الفضا، يا سعد الله إمامنا الرضا.